إيران تشكل تهديد على أي عرب، على أي عرب الآن. زبالة اليمن، في 26 مليون عربي باليمن، زبالة هو مش عرب. طب هو أصدقاء إيران. طيب 6 ملايين مواطن لبناني، على الأقل 2 مليون منهم زبالة، هو أصدقاء إيران. طب بالعراق، العراق 30 مليون، قسم كبير منهم مع إيران، هو زبالة؟ لم يقل أحد ذلك. طيب مصر عم تسعى تدعيم علاقات جيدة مع إيران، هو زبالة؟ أي عرب بتهدد إيران؟ من الذي هدد العرب بالصميم؟ من الذي أعطى التغطية للولايات المتحدة الأمريكية تضرب العراق وتحط إيران من بعد بالعراق؟ أليست دول الخليج؟ أليس زعماء الخليج الذين كانوا يذهبون ليلا نهارا ويبكون في واشنطن من أجل أن تطحن صدام حسين وتضرب النظام العراقي؟ وكانت فرنسا قد اختلفت مع الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الموضوع. من الذي منع اليمنيين من الدخول إلى مجلس التعاون الخليجي؟ اليمنيين على بطونهم كانوا يزحفون لحل مشاكلهم عبر مجلس التعاون. من الذي منع اليمنيين؟ أليس دول مجلس تعاون الخليج؟ عن هؤلاء العرب نتحدث نحن؟ من الذي قال عن المقاومة أنها مغامرة وأنه يجب أن لا تحرر أرضها بالقوة في لبنان؟ أليس زعماء الخليج ودول الخليج؟ من الذي وقف ضد المقاومة لليوم 36؟ من الذي غطى حرب غزة؟ أليس دول الخليج؟ عن أي عرب نتحدث؟ عن أي عرب؟ عن أي عرب؟ من الذي يريد تجويع، كان يريد تجويع الشعب المصري؟ من؟ كفى 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 مداهنة. هذه دول الخليج تملك الثروة العربية وتتحكم بمصير العالم العربي. لقد قادتنا دول الخليج إلى هذا الحال الذي نحن فيه. إيران، لحظة، إيران كم فارسي يوجد في إيران؟ إيران ليست كلها فارسية، في إيران 30 مليون فارسي، بالعالم هناك 400 مليون عربي. لماذا نخاف من الفرس؟ هل سيفرنسوننا الفرس؟ لا بالحقيقة لحظة، لماذا نخاف؟ لماذا لا تخاف من تركيا؟ لماذا لا تخاف من تركيا؟ تركيا تريد من العالم العربي أن يكون تحت الجزمة. إسرائيل تريد من العالم العربي أن يكون تحت الجزمة. لماذا لا نخاف من هؤلاء ونخاف من إيران؟ إيران تريد أن تكون شريك لنا. أنا عربي وأنا قومي عربي وأنا عضو الأمانة العامة بالمؤتمر القومي العربي، وأنا لا أحب أن تسيطر إيران على العرب ولا أحب أن يكون للفرس السيطرة على العرب. لكن في ذات الوقت المسؤول عن مصائبه هو دول الخليج وليس إيران. طيب راغدة تفضلي.